السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما علمه العقلاء قديما وحديثا أنه لكل دعوة حقيقة، وأن الدعوة التي ليست لها واقع وليست لها حقيقة هي مجرد ادعاء. فإذا كان أهل العقل قد اتفقوا على هذا، فكيف بأهل الدين وأهل الملل، خاصة السماوية منها؟ إذ أن المسلمين علموا وأدركوا هذا، بحيث أنهم يعرفون أن للإسلام حقيقة في القلب واللسان والجوارح والأركان، وأن الذي لم يؤدي شيئا من ذلك الأركان، وأن الذي لم يؤدي شيئا من ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه مسلم تام الإسلام أو مؤمن تام الإيمان. الإسلام له أركان يجب أن تؤدى، وحقيقتها الإلزام، فلا يمكن للرجل أن يقول بأنه مسلم وهو لا يقول لا إله إلا الله، كما أنه لا يمكن للرجل أن يقول أنه يؤمن بالنبوة وهو لا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جبريل حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يريد أن يعلم المسلمين حقيقة الإسلام، حتى يكون المسلم على بينة من أمره، فلا يدعي ولا يزعم، بل يلتزم ويتبع ويقف حيث أمره الله عز وجل. ما الإسلام؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. الذي يريد أن يكون مسلما، هذه بوابة الإسلام لكي يدخل إلى رحابه فيجد الأمر والنهي، يجد القربات والأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات وترفع درجاته في الجنات عند رب البريات. يلتزم بهذا، يدخل بوابة الإسلام من أركانه، ثم يجد الخير الكثير ينتظره، يعلم بأنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه من الخير، يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يكرم ضيفه، يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يحسن إلى جاره، يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعلم أنه لا يكون مسلما تام الإسلام حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أراد أن يبلغ أفضل الإسلام بعد أداء الأركان التي لا نقاش فيها، فإنه حينئذ يطعم الطعام ويسلم على من عرف ومن لم يعرف. العالم من حولنا والأمم كلها من حولنا في كل دعوة تدعيها لها حقيقة. فما حقيقة الإسلام في بلاد المسلمين وفي ديارهم وفي أنفسهم وأقوالهم وأعمالهم؟ ما حقيقة الإسلام عندنا؟
إلا الله، أن تكون المحبة له، وأن يكون الولاء له، وأن يكون الصدق له، وأن يكون الانقياد له، وأن يكون الاتباع له، وأن يكون القبول منه. معنى لا إله إلا الله. تظن بأن أبا جهل أو أبا لهب رفض هذه الكلمة لأنه لا يدرك معناها؟ هل تظن بأنه رفضه ولا يعلم بأنه ليس ملزما، يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويريح محمدا صلى الله عليه وسلم من دعوته، ويكفي قريشا الفتنة كما زعم، ويكفيها الفرقة والعداوة؟ هذا معنى لا إله إلا الله. ان الرجل كان يدرك معنى لا اله الا الله ويعلم بانه يجب ان ينتقل. اول شيء يجب ان ينتقل منه هو المحبة. هذه المحبة التي يبديها لهواه الذي اتخذه الها من دون الله، وهذه المحبة التي يعطيها لتلك الاحجار وتلك الاصنام وتلك الآلهة التي تعبد في جوف الكعبة. وهو يعلم أيضا بأن المحبة يجب أن تنتقل من محبة الدنيا إلى محبة الآخرة، ويعلم بأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني أن يكون عبدا لا ربا. يعرفون هذه الحقيقة. قالوا لو سألتنا 10 كلمات غيرها لأعطيناك، ولكن هذه لا نعطيك. أشهد أن لا إله إلا الله حقيقتها عظيمة. أتظنون بأن كلمة لأجلها خلق الله السماوات والأرض ولأجلها وضعت الموازين، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وكم مرة ذكرنا هذا الكلام وعدنا، كلمة لأجلها وجدت الدنيا والآخرة، ووجد الإنس والجن والملائكة، ولأجلها خلقت المخلوقات جميعا، ولأجلها انقسم الناس. بها انقسم الناس. نعم، لا إله إلا الله تفرق، كما أنها تجمع أهل الملة فإنها تفرق بينهم وبين الكافرين والمشركين والمجرمين. تظنون أن الكلمة التي لأجلها أوجد الله كل شيء، وبها يحاسب يوم القيامة كل مخلوق، تظنون أن الكلمة التي يورث الله بها الجنات وينزل المسلمين والمسلمات إلى جواره يوم القيامة يمكن أن تكون هينة إلى هذا الحد؟ يمكن. الأمة لا يمكن أن يستقيم حالها وهي لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله. صحيح يمكن للعامية ألا يكلف، بل هو لا يكلف أصلا، وهذا من أصول اعتقاد أن أهل السنة والجماعة